السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب تالتة إعدادي في كل مكان. يا رب تكونوا بخير. إن شاء الله هنحل كده مع بعض النموذج استرشادي، وده غالبا رقم 3 في النماذج. فإن شاء الله كده ربنا يكرمنا ويجي منهم أسئلة إن شاء الله في الامتحان. أول حاجة طبعا سؤال الخريطة، الراجل بيبدأ يجيب لك خريطة قدامنا وهي خريطة العالم. فأول حاجة بيقول لي نهر. جماعة هنا النهر دوت في جنوب أفريقيا، ولكن لو بصيت على النهر فهو جاي من ناحية المحيط الأطلنطي كده، صح؟ يعني الناحية اللي هي على الشمال، صح كده؟ فده اسمه نهر أورنج. إنما لو النهر من الناحية دي كده، من ناحية اليمين، من ناحية المحيط الهندي، فده اسمه لمبوبو. تمام. بعد كده رقم 2 بيقول لي جبال. يا جماعة الجبال ديت في قارة أمريكا الشمالية، صح؟ في الغرب جبال اسمها روكي، لكن لو كلمني في الشرق فهقول له الأبلاش. بعد كده بيقول لي سلالة بشرية، هنا قارة آسيا، صح؟ فلما تيجي تبص هتلاقي عندك الصين ومنغوليا وأجزاء من آسيا وكوريا واليابان. كل الناس دول يا جماعة سلالة مغولية. بعد كده رقم 4 بيقول لي إقليم مناخي، هنا في قارة أمريكا الجنوبية. لما تيجي تبص على الجزء دوت كده فأنت هتلاقيه إن هو في شرق القارات، صح كده؟ ولما تيجي تبص عليه فهتلاقيه هو الإقليم الصيني. الإقليم مين؟ الصيني. سؤال خريطة سهل جدا. تعالى بعد كده ندخل على ما النتائج. أول حاجة بيقول لي ما النتائج على اقتراب جبال الحاجز الكبير من المحيط الهادي. هقول له أدى إلى ضيق السهول الساحلية لقارة استراليا من جهة الشرق. أدى إلى ضيق السهول الساحلية لقارة أستراليا من جهة الشرق، أو ممكن أقول المطلة على المحيط الهادي. تمام. بعد كده بيبدأ يتكلم معايا في تاني سؤال، بيقول لي الحروب والكوارث الطبيعية في العالم بالنسبة لخصائص السكان الديموغرافية. ما النتائج على الكلام ده؟ هبدأ أقول له إن تؤدي الحروب والكوارث الطبيعية إلى ارتفاع معدل الوفيات. تعال نكتب كده مع بعض. تؤدي الحروب والكوارث الطبيعية إلى ارتفاع معدل الوفيات. بعد كده بيقول لي ما النتائج على ارتفاع نسبة صغار السن في مصر، وده من الأسئلة المهمة جدا في المنهج. هقول له هنا أدى إلى تحمل مصر ميزانية ضخمة لتوفير الغذاء والرعاية الصحية والتعليمية وغيرها من الخدمات. بعد كده تعالى ندخل في جزء بعده، ومعانا هنا أسئلة اختر. أول حاجة بيقول لي أكبر بحر مغلق في العالم. أكبر بحر مغلق في العالم ده بحر قزوين. تمام كده. بعد كده بيقول لي يسود في قارة انتاركتيكا إقليم مناخ. يا جماعة القارة القطبية الجنوبية اللي تحت خالص دي هيكون فيها إقليم إيه؟ إقليم التندرا، كلها متجمدة تلج. بعد كده بيقول لي من أقسام السلالة الزنجية. هنا يا جماعة لما تيجي تبص على اللي قدامنا دول مش هلاقي غير البنتو، ديت من الأقسام بتاعة السلالة الزنجية. بعد كده بيقول لي أكبر دول أمريكا الجنوبية سكانا. أكبر دولة فيها حوالي 50% من السكان هي دولة البرازيل. دولة مين؟ البرازيل. بعد كده بيقول لي اكتب ما تشير إليه العبارات الآتية. هنا يا جماعة هو مديني عبارات وأنا هبدأ أقول له المصطلح بتاعها أو المفاهيم بتاعتها. أول حاجة بيقول لي موقع المكان بالنسبة للأماكن الأخرى المجاورة لها. ده يا جماعة كنا برضو حلينه في النموذج التاني، ولكن كان جايب لنا هو الموقع الجغرافي واحنا نقول له التعريف. فده معانا كده اسمه الموقع الجغرافي. بعد كده بيقول لي الأرض التي يجري فيها النهر أو تنحدر مياهها إليه. ده يا جماعة حوض النهر، وبرضك حليناه في النموذج اللي فات. بعد كده بيقول لي هجرة الأفراد من خلال وسائل غير قانونية، دي اسمها هجرات غير شرعية.
هو مش كاتب لنا التعريف كله اكيد يعني. تمام. هي المفروض انها هجرة الافراد من خلال وسائل غير قانونية، والهروب من سلطات الحدود، والاقامة غير شرعية في البلاد. بعد كده نبدأ نكمل، ويقول لي الراجل علم يدرس نمو وتوزيع وتركيب السكان. ده يا جماعة اسمه ديموجرافيا. تمام. بعد كده هندخل على قارن بين اقليم المناخ الموسمي واقليم مناخ البحر المتوسط. من حيث ايه بقى؟ اول حاجه قال لي من خلال الخصائص المناخيه. الخصائص الايه المناخيه. وكمان بيقول لي المناخ الموسمي. تمام. هو يعني هنا هنتكلم معاه يعتبر على الخصائص المناخيه كلها مع بعضها، وهقول ان المناخ بتاعها عامل ازاي، والموسم بتاع المطر برضو بتاعها عامل ازاي. يعني هو يعني واحد. تعال نتكلم كده على الاقليم الموسمي. ده طبعا غلطه يا جماعه، هو بيقول لك المفروض انها تبقى الامطار الموسميه يعني، ولكن تمام. بعد كده بيقول لي الخصائص المناخيه هنا بالنسبه لي للاقليم الموسمي. يا جماعه انا هنا هبدا اقول له حار صيفا، جاف شتاء، امطار غزيره صيفا. اللي هو زي ما احنا كنا طبعا بنحفظه، حار صيفا جاف شتاء امطار صيفيه. بعد كده بيقول لي اقليم مناخ البحر المتوسط، الاقليم بتاعنا اللي احنا قاعدين فيه. تمام. اول حاجه الراجل بيبدا يقول لك ان هو حار جاف صيفا، دافئ وممطر شتاء. الجو عندنا بيبقى حر في الصيف، والجو بيبقى في الشتاء دافي وممطر. بعد كده تعالى ندخل على صوب ما تحته خط. اول حاجه بيقول لي هزم السلطان سليم الاول الصفويين في موقعة. هنا السلطان سليم الأول هزم الصفويين في معركة اسمها ايه؟ طبعا هي مش مرج دابق، هي اسمها جالديران. اسمها ايه؟ جالديران، اللي هي طبعا كانت سنة 1514. بعد كده بيقول لي أرسلت بريطانيا في مارس 1807 حملة عسكرية لاحتلال مصر بقيادة مين؟ مش نيلسون يا جماعة، نيلسون ده بتاع الحملة الفرنسية، إنما ده اسمه فريزر. اسمه ايه؟ فريزر. وكان ان هو جاي يا جماعة عشان يحتلوا مصر. اهدافها كانوا جايين يحتلوا مصر، يخلعوا محمد علي من الحكم. 3 تولية محمد بيك الألفي وليا على مصر. بعد كده انشاء محمد علي المطبعة الأميرية في أسوان. محمد علي ما انشأهاش في أسوان، ده بالعكس، اللي انشأها في أسوان هي المدرسة العسكرية، ولكن المطبعة الأميرية كانت موجودة في بولاق. ما تنساش ان بولاق كده كان ليها أهمية ثقافية، وبرضه كان ليها أهمية عسكرية عشان ترسانة السفن اللي تم بنائها فيها. بعد كده بيقول لي أسس مستوى كامل عام 1900 جريدة اسمها جريدة الوقائع المصرية. الوقائع المصرية يا جماعة دي بتاعت محمد علي، إنما اللي عملها مستوى كامل جريدة اسمها اللواء. بعد كده تعال نتكلم على أسئلة بما تفسر. بيقول لي أول حاجة بما تفسر فشل الحملة الفرنسية في إخضاع أهالي الصعيد. السؤال ده يا جماعة من الأسئلة المميزة جدا برضك في المنهج. هقول لهم هنا بسبب اتباع أهالي الصعيد حرب المناوشات والمعارك المتفرقة التي أنهكت قوة الفرنسيين نظرا لطول الوادي. إجابة سهلة جدا وسلسة جدا ما فيهاش أي صعوبة. تعال نكتبها بقى كده. هقول له بسبب اتباع أهالي الصعيد حرب المناوشات والمعارك المتفرقة التي أنهكت قوة الفرنسيين نظرا لطول الوادي. بعد كده يا جماعة محمد علي وحروب محمد علي ديت مهمة جدا، يعني من الأسئلة المتوقعة في الامتحان. انت لازم تكون داخل يعني صامم الأربع حروب بتوع محمد علي. لازم سؤال في الامتحان. بعد كده بيقول لي حروب محمد علي في الجزيرة العربية من 1811 لحد 1819. ليه أصلا محمد علي راح يحارب هناك؟ هنا يا جماعة هقول له بسبب أو للقضاء على الدعوة الوهابية التي كانت تهدد نفوذ الدولة العثمانية. أهو للقضاء
على الدعوة الوهابية التي تهدد نفوذ الدولة العثمانية. بعد كده بيقول لي الخلاف بين وزارة شريف باشا ومجلس النواب عام 1881. هنا يا جماعة كان في مشكلة حصلت ما بين شريف باشا اللي هو رئيس الوزراء ومجلس النواب. كانت بسبب ايه؟ ايه السبب اصلا؟ هنا يا جماعة كان بسبب اصرار المجلس على مناقشة الميزانية. اهو الاصرار المجلس على مناقشة الميزانية. هنا يا جماعة طبعا مجلس النواب اللي هم الأعضاء كانوا يعني طبعا لما جه شريف باشا يعرض عليهم اللائحة، فلقوها لم تتضمن حق المجلس في مناقشة الميزانية. فهنا طبعا حصل خلاف بقى ما بين شريف باشا وما بين مين؟ وما بين مجلس النواب. تمام كده. بعد كده يا جماعة هنا بيبدأ يقول لي رتب الأحداث التاريخية الآتية من القديم للحديث، وتركز في الحاجات دي عشان برضو مهمة، لان ممكن يقول لك من الحديث للقديم. المهم بيقول لك من القديم للحديث. انت طبعا عندك الغاء معاهده 36 ومظاهره عابدين ومذبحه القلعه، وعندك حركه علي بيك الكبير، وكمان صدور اللائحه السعديه. فلو جيت تبص هنا هتلاقي ان اقدم حاجه عندك هي كانت حركه علي بيك الكبير. تمام. دي كانت 1768، دي اقدم حاجه عندك اصلا. بعد كده لما ابدا اتكلم معاه في اشو وادور على حاجه تانية، قال لي فهتلاقي ان عندك تاني حاجه هي مذبحه من القلعه، اللي هي بالمناسبه كانت في 1800 وكام و11. قشطه. بعد كده رقم 3 واللي حصل بعدها صدور حاجه اسمها اللائحه السعديه بتاعه سعيد باشا. ادي رقم 3، اللي طبعا بموجبها اصبح الفلاح حق توريث الارض الزراعيه. بعد كده لما تيجي تبص على رقم 3 هتلاقي عندك حاجة اسمها مظاهرة عابدين. مظاهرة عابدين يا جماعة دي بتاعت مين؟ أحمد عرابي. مظاهرة مين؟ عابدين، اللي هو راح فيها الجيش والشعب وطالبوا رياض طالبوا الخديوي توفيق بشوية مطالب، منها طبعا إسقاط وزارة رياض باشا المستبدة، وكمان إن هم يشكلوا مجلس نواب على النسق الأوروبي، وكمان يزودوا عدد الجيش ل 18,000 جندي. اخر حاجة خالص هي الغاء معاهدة 36، لان لو بصيت على التاريخ بتاعها هتلاقيه في 1951. تمام كده. بعد كده تعالوا ندخل على اخر جزء معانا. بيقول لي نمو الروح القومية لدى المصريين في تاريخ مصر الحديث كان عظيما، يتجلى هذا في مواجهة الظلم ومقاومة الاحتلال الأجنبي، مما جعل مصر رائدة في الدفاع عن حقوق الإنسان بصفة عامة. المهم هو بيديك قطعة كده تقعد بس تبقى فاهم هو بيتكلم في إيه، وبعد كده تخش على الأسئلة على طول. بيقول لك في ضوء هذه العبارة أجب عما يأتي. بيقول لي هنا ماذا يقصد بمفهوم المقاومة. هنا يا جماعة لما أجي أعرف له التعريف ده، هو رفض الشعوب للاحتلال ومظاهره وإخراجه من البلاد بمختلف الوسائل. تعال نكتب كده الكلام ده مع بعض أهو. رفض الشعوب الاحتلال ومظاهره وإخراجه من البلاد بمختلف الوسائل. بعد كده بيقول لي صحح الخطأ اللي موجود في العبارة دي. شكل محمد فريد أول وزارة برلمانية في مصر عام 1924. طبعا يا جماعة هنا الإجابة ديت غلط، مش محمد فريد خالص، ده يا جماعة سعد زغلول. وبالمناسبة اللي أطلق عليها وزارة الشعب. طبعا انت مش هكتب له الكلام ده، ولكن انا يعني بجمع لك شوية معلومات مش اكتر. بعد كده بيقول لي ما الهدف الانساني في حملات الخديوي اسماعيل الحربيه للاقاليم الاستوائيه بافريقيا. يا جماعه هنا الخديوي اسماعيل لما راح الاقاليم الاستوائيه هو وصل لكذا حاجه، وطبعا سيطر على بلاد البحر الاحمر او على البحر الاحمر بكامله، وكمان عندي ان هو اكتشف منابع النيل او سيطر على منابع النيل. كل ده طبعا ما يلزمنيش في السؤال ده. انا الهدف بس في الحملات في الحملات الاقاليم الاستوائيه، والهدف الانساني الوحيد اللي هو كان منع تجاره الرقيق، تجارة العبيد طبعا اللي كانت موجودة من أيام زمان، واللي احنا اتكلمنا عنها في درس السلالات البشرية، واللي طبعا الأوروبيين خدوا الزنوج علشان يشتغلوا في أمريكا. بعد كده بيقول لي كيف شهدت معركة التل الكبير بطولات مصرية خالدة رغم الهزيمة.
بص كده يا صديقي، انا هنا في السؤال ده هتكلم عن شخصية مهمة جدا، وهي في وسط السطور، وعشان خاطري خلي بالك منها لانها شخصية مهمة جدا 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 جدا، وبيلعب عليها كتير قوي، عشان طبعا هي في وسط السطور. انا هنا يا جماعة عندي شخصية اسمه محمد عبيد. تعال بقى نجاوب على السؤال ده كده. هقول له طبعا هنا شهدت بطولات عديدة مثل بطولات الضابط محمد عبيد الذي صمد حتى استشهد هو وقوته. تعال نكتب الكلام ده اهو: شهدت بطولات عديدة مثل بطولات الضابط محمد عبيد الذي صمد حتى استشهد هو وقوته. عشان خاطري تركز مع الشخصية دي محمد عبيد. بعد كده اخر سؤال بيقول لي: ما رأيك في اشتراك جميع فئات وعناصر الشعب المصري في ثورة 1919؟ يا جماعة احنا طبعا كنا عارفين ان الثورة دي لما ساعات بيجي يسألنا عليها ويقول لي انها كانت وزارة شعبية او سوري ثورة شعبية، عشان طبعا شارك فيها جميع طوائف الشعب او جميع فئات الشعب من مسلمين ومسيحيين وشيوخ، كل فئات المجتمع يعني. وده كان بيأكد على حاجة اسمها الوحدة الوطنية. ولكن انا عايز بس اسألك انت رأيك انت ايه؟ فانا مثلا ممكن ابدا اقول له: والله ده دليل اهوت على الوحده الوطنيه مثلا. طبعا الكلام ده على فكره مكتوب عندك، يعني ده بيأكد على الوحده الوطنيه، فانت مش هتجيب حاجه من عندك، يعني هو النقطه موجوده معاك كده كده. لكن ممكن بقى تزود مثلا: وليكن والرغبه في اخراج الاحتلال خارج البلاد. وبس كده يا سيدي، وشكرا. كده يبقى احنا خلصنا برضك النموذج الاسترشادي النهارده، وافتكر ان هو نموذج سهل جدا 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 جدا، يعني ما فيهوش اسئله حتى لفه او اسئله صعبه. فان شاء الله ربنا كده يكرمكم جميعا، وان شاء الله ربنا يكرمنا ويجي لنا امتحان سهل في اي محافظه عموما، يعني لطلابنا جميعا في الجمهوريه كلها. فمش هتفرق طبعا معانا الطالب ده موجود في انهي مكان، ولكن ان شاء الله ربنا يكرمكم جميعا، وان شاء الله نقدر نقفل كمان امتحان الدراسات، وان شاء الله يبقى مجموعنا كويس الترم الاول عشان يساعدنا ان شاء الله الترم التاني. كده الحمد لله نكون خلصنا الجزء الثالث ده في النماذج الاسترشادية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.